جيت عند اجمل بائعة يقطين مثل هدوليك الفيديوهات بتعرفوها يا جماعة. يقطين بشهد كيلو اليقطين عمو؟ الكيلو لك ببلاش. هاتي هي تمام، يعطيك العافية. طلعتي بخسارة، اليقطين وراكي كله طلعتي بخسارة. شكرا. هاي جايز، كيفكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا كلياتكم بخير. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد، وهيك مكان ظريف خفيف حلو لذيذ. اعتقد شايفين البرتقال اللي ورانا، مكان كله الوان، بما انه الفصل خريف وهلا وقت اليقطين ووقت الهالوين، فاجينا على مكان سوق مليان يقطين، بيعوا يقطين وفيه نشاطات تانية للأولاد وللكبار. خليكم معنا وما تفوتوا هذا الفيديو لأنه في شغلات غريبة كثير رح تصير معنا وفي شغلات حلوة كثير كمان. بس قبل ما نكمل الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناة، شوفوا كل المغامرات الجديدة اللي عم نصورها. ليتس جو. هي محالة بتزرع اليقطين، واليوم فاتحين سوق كتير كبير، حاطين ايش في يقطينات عندهم مزروعة. فبتلاقوا كل انواع اليقطين. بدك هاليقطيني؟ اكبر يقطينة. يا لطيف. والله بتطلع 10-15 كيلو والله اعلم. هي بالطعمة ايش في عالم هون كله صرنا نعمل شوربة منها. يلا. في يقطين، هذا الاصفر كمان موجود، وهذا اللي هيك شكلهم، وهدول كمان. بصراحة انا ما بعرف ايش الانواع وشو اللي بيطبخوهم بالضبط، بس يعني يقطين. واو، عم بين الفعاليات حاطين هدول. واو. طبعا اسعار اليقطينات يا جماعة مثل ما حاطين هون اسعار ما كثير غالية. الاسعار بتبلش من يورو ل 3 يورو للكيلو. طبعا اليقطينات انواع كمان، بس مع الاسف ما بفهم فيهم، يعني انا قدام عيوني كله يقطين واحد، بس في جملة كتير حلوة كاتبينها هون كمان: ما تشيل اليقطينة شلون ما كانت، شيلها بحب. شيلها بحب يا شيرو لو سمحت. العالم تعبانة فيه مو على الفاضي، مشان تشيلها وتحطها كيف ما كان. هذا يقطين متلبس، ما بعرف، اول مرة بشوف هيك يقطينة. هون حاطين دراكتور فيه انواع يقطينات مختلفة، مو مثل اليقطين الكلاسيكي. يقطين اسود؟ اليقطينات مو صايرين وهن حاطينهم هيك، فما بعرف مين بيفهم بالزراعة اليقطين يخبرنا. بس فعليا انا شفت المكان، رجعت لافلام ايام زمان، افلام الرعب وافلام اليقطين والهالوين ومدري شو. وحدة من النشاطات مطالعين ايش في دجاج عندهم، الاولاد عم بيلعبوا معهم وحاطينه هيك للعرض. يا دول ما بخافوا ابدا على فكرة. لا مبين على شكلهم كيوت، بس كيوت هنن ومشويين اكثر ما هنن وهيك. هون في ماكينة مطالع فيه الاكل تبع الدجاج مشان طعميهم، بس ب 50 سنت. فرجينا، استني حركتك، حطي ايدك تحتها كمان. حطت 50. تمام لفية. بدي
خايفة يطلع كتير ولا. بيب انت حتلفها. بفضيها. طلع كتير. والله لا ينبسطوا عليك يلا. هلا بدي اروح اطعميه للدجاجات. خد ايدك، خد انت كمان طعميهم. هذا كتير. شغلك كده. طيب هدول عم طلعوا علينا ما بعض؟ لا ما بعرف. يلا هي هنا لحالهم قربوا. حطولي ايدي. تعال شنو اياها. قلبك كثير كبير. خدي صوريني لي مرة. شيرو فرجينا مواهبك. خلي صوريني يا اولاد. ايوه عم عضل لي صباعتي الكلب. ايه بعضوا. رش لهم اياها رش. ضميري كثير ارتاح. طعميت الدجاجات اليوم الحمد لله. هون كمان عاملين مثل كيوسك صغير عم بيعوا فيها سناكات. وحده من هدول السناكات هي شوربة اليقطين المشهورة كتير بألمانيا، فهلا نحن حنجربها وحنعطيكم رأينا فيها. بدي اصور لكم الكوخ اللي دخلنا فيه لناكل الشوربة يا جماعة. كوخ صغير بس تفاصيل جدا حلوة. حناكل شوربة يقطين مع ديكو يقطين. كله يقطين كله يقطين. ندوق هلا شوربة اليقطين معكم. شكلها حلو كتير بس سخنة. طيبة؟ انت اعطينا رأيك هلا. نجرب الشوربة. هي فعليا يا جماعة اليقطينة هي غالينا، ضربينا على الخلاط شوية توابل فطلع هي الشوربة. اعتقد لازم تكون طيبة كتير. أنا عجبتني بوقتها الجو شوي برد برا وشوربة سخنة جميل جدا. والله طيبة ها. نحن هلا فعليا يا جماعه رجعنا لايام الضيعه وايام زمان. رح نجرب تجربه كثير حلوه. ركبنا بدركتور وحياخذنا لفه جوا المزرعه يفرجينا شجر التفاح. خليكم معنا بهالرحله المميزه. خبريني شعورك وانت بالدركتور. شعور كثير حلو والله. انت ملاحظة انه الدركتور كل واحد مع ابنه وانا وياكي لحالنا هون قاعدين. فعليا هذا نشاط الاولاد بس للاولاد. نحن فدا المحتوى وفداكم بدنا نفرجيكم كل شيء. نعم شوف ايش عم بيعملوا هون بالمزرعه يعني. بس شعور حلو والله الصراحه. على فكره مكان كثير حلو كمان. واو فعليا الطبيعه كثير خلابه يا جماعه. وهلا وصلنا على شجر التفاح. شوفوا
يا سلام. نحن متعل ابدا. بس نشاط حلو جدا والله كثير حلو. انصح باي حدا عنده هيك مزرعه بده يروح يجرب ويعيش هيك هذا الشعور الحلو. شلون اجواء المزرعه شينو؟ عزيز حالي بطليعة بعفرين رايحين حوش زيتون. الله يرحمك يا جدي، ذكرتني والله. الله يرحمه. رجعت فعليا انا حواليا 15 سنه لورا. يا ويلي. طبعا الطريق وقتها كان واعر اكثر، هلا الطريق حلو كثير، ما عم بحس كثير بوعوره الطريق، بس المناظر خلابه. بالفيديو اكيد رح عم يبين المناظر كامله. سوي شجر تفاح. هاي حاطين اكياس للعالم اللي بدها تحوش تفاح، كمان كان محطوط محل ما طلعنا كيلو تفاح ب 7 يورو، بس فعليا السعر غالي كثير يعني. يعني اللي بده يقطف تفاح من المزرعة فينه يجي يشتري. طبعا كله بيو طبيعي 100% مثل ما شايفين، مشان هيك التفاح سعره غالي شوي. المحطة اللي طلعنا فيها خلصت رحلتنا مع الأسف. رحلة قصيرة جدا بس ممتعة جدا جدا جدا. والله تستحق الإعادة. شايفين هالمعمعة كلها هون عم تصير وكل هالنشاطات. هلا داخلين على قلب الماركت لنشوف شو في جواته وليش عاملين كل هالشي العظيم والحلو. خليكم معنا. بما انه هلا موسم هياطين، فهذا السوق فاتحين هياطين، بس المكان الماركت بيبيع خضروات تانية هلا اكتشفنا. واو. يا جماعة المكان كتير حلو، فيه كتير شغلات، كل شي مصنوع بهالمكان من قلب المزرعة، تخيلوا. هدول جزر مقطع جاهز للطبخ، بس فعليا اسعار هذا المكان لانه طبيعي كل شي 100% بتلاقيه اضعاف اسعار برا، بس الصراحة مكان كتير حلو. اكتشفت انه هن عاملين مواد كلهم جلوتين فري وفيجان وبدون اي مواد مصنعة، يعني زيادة مواد حافظة. نعم حافظة، كله بيو. هون في مخلل كمان بانواعه. الحلو هون مثل ما قلتي كله صنع بيت صنع المزرعة. نعم صنع المزرعة، من الخضرة للشغلات تانية، للفاصولية للبازلة للزيت للمدري شو، كله صنعهم. شوف حتى في صوصات للجريل.
للمشاوي. وهون في بيض بلدي كمان شغل المزرعة مثل ما شفتوا بالفيديو، كان مليان دجاج عندهم، فأكيد هيك مكان لازم يكون فيه بيض بلدي كمان. والحلو بالمكان عاملين ماكينة خصنص من الحليب الطبيعي اللي عندهم، حاطين هون أناني وانتو بتعبوا لحالكم، وكمان هون عاملين مثل الميلك شيك، حاطين المطعمات اللي بدكم اياها مشان تضيفوا عليها حليب وتصير مثل الميلك شيك. وهون طبعا على اللتر حاطين الاسعار. اختراع رائع جدا يساعد البشرية. لايك. هدول المربيات كمان، مربى الخوخ، موز، جيلاتين، شطي مطي. هدول المربيات والجبنات والعسل بأنواعه. ايش العسل؟ نص كيلو ب16 يورو. مبين من سعره يا جماعة عسل صافي 100%. ما شاء الله يا جماعة الدور الدفع لهنيك، فالمحل شغال بالموسم كتير. الله يرزقه، شغله مزبوط 100%. روح يا ولينا. والآن مع المفاجأة الكبرى، سمير سمكرة. في مكان ألعاب للأولاد كمان، روحي. ولهون نكون خلص الفيديو تبعنا. إذا عجبكم أجواء الخريف والهالوين وسوق اليقطين اكتبوا لي بالتعليقات، وما تنسوا تحطوا لايك، واستنونا بالفيديوهات الجاي. وفي فيديو بعد أسبوعين أو كتير رح يكون عن عيد الهالوين في ألمانيا. تابعوا كل فيديوهاتنا وتضلوا كلياتكم خير. نشوفكم فيديو جديد. سلام.